السلام عليكم. وصفتنا اليوم كباب دجاج بالفرن. جربوها ما رح تندموا، طيبة ولذيذة. نبدأ بالوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا هون 1.5 كيلو من صدر الدجاج الكبابي. نبدأ بالوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نضيف باقة بقدونس مفرومة ناعمة. نفرم البقدونس ناعمة تكون. بسم الله وما شاء الله. هون عنا حبتين بصل نفرمها ناعمة، أو إذا بتحبوا فيكن تبرشوها ونعصرها من المي. وعنا هون سنين توم مبروشين ناعمة. بسم الله وما شاء الله. معلقتين طعام من الدبس الفليفلي. أنا ضفت معلقة حلوة دبس فليفلي ومعلقة حدة. بسم الله وما شاء الله. هون عنا البهارات: ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة فلفل أحمر حدة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة طعام كزبرة يابسة، ونص معلقة صغيرة من الزعتر البري. تعطيها نكهة كتير طيبة. تبلنا التبلة. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. بعد ما تبلناها منغطيها ومنريحها ساعة كرمال التبلة تطلع فيها طيبة، أو إذا بتحبوا فيكن تبلوها قبل بنهار تحطوها بالفريزر. هون بلشنا نشكلها. رح فرجيكم طريقة التشكيل، سهلة كتير كتير طريقة التشكيل. طبعا بسم الله. ناخد الكبابة بإيدنا، وبهي الطريقة نفس الطريقة اللي أنا بعملها فيكم تعملوها، تطلع سيخ كبابة كتير حلوة. هون يعني طريقتها سهلة وفورا بتخلصوها، يعني ما بدها عذاب أبدا. بسم الله وما شاء الله. هون أنا خلصت كل الكمية. طبعا هون نحن ما ضفنا زيت للكباب لأنه هي مدهنة بتجي. أنا هون ما ضفت لها زيت. بسم الله وما شاء الله. بهاي الطريقة شكلناهن. وهلأ بمعلقة الطعام نعمل لها هيك تشكيل الكباب. تطلع كتير حلوة، شكلها كتير تطلع حلوة. بسم الله وما شاء الله. هون أنا رح أشوي طبعا الخضرة كمان. فيكن تشوي اللي بدكن إياه. أنا رح أضيف فليفلة خضراء وبصل وبندورة، بتطلع كتير طيبة مع الكباب. أعلى حرارة عنا بالفرن مندخل وصفتنا الكباب ولبين ما تجهز معنا. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. هون بعد ساعة طلعناها من الفرن. اللهم صل على النبي على هاللون الحلو. طعمتها كتير طلعت طيبة، وكتير نكهتها طلعت طيبة. الزعتر البري تطلع طعمتها فيها كتير طيبة. فيكن تضيفوها للوصفة. بسم الله وما شاء الله.
هي وصفتنا لليوم، وبتمنى ما تنسونا من لايك واشتراك.